ده حبابها غايب جريمة جاني عن طرف جناني خخور رماني وصفر جن طايب جيت نودع حبابها غايب يا رب الحومة جزيت شعريكم طفلة مغرومة تمشي وتزرب عشقي وغرامي زينة الحواجب جنيمة جاني عن طرف جناني خخور رماني وصفر جن طايب جيت نودع حبابها غايب يا بابا صالح وين هي الكلمة اللي قلنا عليها هيا نعاودوها والعين لك احنا نروحوا نجيبوها جريمة جاني عن طرف جناني خخور رماني وصفر جن طايب جيت نودع حبابها غايب وحماي الحماي المدني ويا المدني جيبوني من الهوا يزهق قدامي حماي الحماي المدني ويا المدني جيبوني من الهوا يزهق قدامي يا ودي. شكرا لكم إذا مشاهدينا الكرام. بالموسيقى نتعرف وإياكم على آخر ضيوفنا لنا اليوم من برنامج الشبابية مورنينغ. أكيد لما نتكلموا على الموسيقى الجزائرية ونقولوا الموسيقى الأندلسية هذا الموروث الثقافي المتنوع من مالوف وعساوة. إذا تعرفوا على ضيوفنا لنا اليوم من فرقة الأصيل للعساوة ونسعد باستضافة سيف الدين بالكرمي من الفرقه. اقول لك سيف الدين صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح النور، مرحبا بنا عندكم وشكرا على الاستضافه هذه. العفو، مرحبا بك. كما تعرفوا نرحب ايضا بايمن طبه وايضا من بين المؤسسين لفرقه الاصيل العساويه. بك يعيشك ونشكر قناه هذه على الاستضافه، شكرا جزيلا. العفو. إذا بما أننا في قناة الشبابية وراكم معنا شباب حاضرين، لو نتعرفوا عليكم قبل الحديث على فرقة العساوة وفرقة الأصيل للعساوة، نتعرفوا عليكم كشباب جزائري كيف اكتشفتوا موهبتكم وعندكم اهتمام بهذا الفن الأصيل. لما نتكلموا على العساوة نتكلموا على المالوف وموروث ثقافي جزائري. شغل احنا حبينا الفن هذا باسكو الاغاني تاعو نقيه والعادات تاعنا والتقاليد تاعنا في قسنطينه يقولوا هكا. سما احنا العراس تاعنا احنا ما كانش عرس في قسنطينه ما يفوتش بالهدوه. صحيح. ومن نهار جاو لي ريزو سوسيو هادو ولينا نتنقلوا للولايات الاخرى. سما العادات تاعنا ولاو يتنقلوا باغ اكزومبل الجزائر العاصمه الوهران للشرق الغرب، سما ندوروا الولايات كامل. وحنا حبينا العادات هادو باسكو الاغاني تاعهم نقيه ونظيفه. واسسنا الفرقه هذه في 2011. كنا في الدراسه كونا فرقه ومن بعد شغل حافظنا على هذا يعني لما تكلمنا على الدخل القسنطينيه اللي نشوفوها في مختلف الافراح الجزائريه، تكلمنا على الفرقه، كيف جات فرقه الاصيل للعساوه؟ كيف جاتكم فكره انه تاسسوا هذه الفرقه كمجموعه من الشباب المحافظ على هذا النوع من الموسيقى الجزائريه؟ حنايا الفرقه كل واحد عنده دور. كل واحد عنده دور في الآلات الموسيقية، واحد عنده في الطار، واحد عنده في الصوت، واحد عنده في الإيقاع، واحد شغل. كونا الفرقة هذه في 2011 وتعلمنا حفظنا ولينا نحفظوا لأنه دوكا ولا كاين كلش في لي ريزو سوسيو، سما نحفظوا الأغاني من اليوتيوب ومنا ونروحوا نغنيهم في الأفراح.
جميل. يعني تشاركوا الناس في افراحهم. حتى لما تعرفنا عليك سيف الدين، لما نروحوا نتعرفوا على ايمن كيف كان يعني انخرط في فرقه الاصيل، وكيف كانت بدايته مع هذا النوع من الموسيقى الجزائريه. والله هي بدات في حفله في متوسطه. بدات في حفله، من بعد جاتنا الفكره ان نكبروها ونطوروها ولا ما نكونوش جروب، نخرجوا للتيران ونوليو نخدموا الحفلات والاعراس تاع الناس. والحمد لله بفضل الجمهور وبفضل التعب تاعنا، وكنا جروب سوليدار، كونا الفرقه ودرجه درجه حتى وصلنا، والحمد لله ما زلنا نتعلموا ونزيدوا ان شاء الله نمشيو نقدموا ما خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد سيف الدين وايمن، لما نتكلموا اليوم على الشباب الجزائري الموهوب، شفناه حاضر في مختلف الطبوع الموسيقيه على غرار الملوف والعساوه. اكيد كشاب جزائري وككل مبتدئ في هذا المجال بل يلقى صعوبات في البدايه. لما نقولوا العساوه ونقولوا الملوف، هناك يعني صعوبه نوعا ما في تعلمها وتعلم اساسياتها، خاصه في البدايه بالنسبه لشاب هاوي. كيف كانت يعني كيف كان تكوينكم في المجال؟ هي تلقاي صعوبه صح في البدايه، وكيما نقولوا احنا كنا تلقى يعني استاذ، والله احنا كيما حنايا تعلمنا على شيوخه في قسنطينه بزاف، منهم سليم مزهود، زين الدين بوشعاله، بن عبد الله، تسمى هذو بكل شيوخه في قسنطينه نتعلموا عليهم العادات هذو، وكيما نقولوا حنايا نهزوا من عندهم افكار ونعاودوا احنا الافكار هذوك نطوروهم في الفرقه تاعنا. سما نبدلوا بار اكزومبل هما يغنيوا بالطبع يعني هكا، وحنا نغنيوه بزي خلاف. يعني تكون عندكم لمستكم تكون عندنا لمسه، كل واحد عنده لمسته. جميل. لما تعرفنا عليك وعلى الفرقه سيف الدين، اكيد لما نتكلموا على قسنطينه هي معروفه بالشيوخ ومعروفه ايضا بالملوف والعساوه. لما نتكلموا على الملوف معك ايمن، كيفاش حتى تعلمتوا؟ كيفاش حتى اكتشفت موهبتك؟ والله هي بدات موهبه من الصغر، وبالتمرين والتعلم مع الفرقه ومع الشيوخ الاساتذه تاعنا طورناها، والحمد لله رانا كاينين في التيران، وبربي ان شاء الله مازلنا نزيدو نتعلموا بما خير ان شاء الله. نعم، قلت لنا انه الفرقه تقدم بعض الاضافات الخاصه بها، يعني كل واحد يقدم اضافه خاصه به. كيف تكون هذه الاضافات ولا التجديدات اللي نشوفوها في الفرقه وبالك ما نشوفهاش في فرق اخرى تعنى بالعساوه؟ حنايا اللمسه هذه تكون كل شخص يمد الامكانيات تاعو. يعني هذا يحفظ العود، هذا يحفظ الفيونو، هذا يحفظ الطار، هذا يحفظ يعني تقسموا الاعمال، كل واحد واش يخدم. هذا يغني، تسمى حنا نقسموا العمل تاعنا باه كل واحد تسمى كيما نقولوا حنايا يطور نفسه في الحاجه اللي شاتيها هو، اللي حابها هو. ولقينا نجاح كبير، يعني نمشيو الافراح عديده في عده ولايات، ولقينا يعني تدعيم من عند الناس، يعني يدعمونا بزاف، وان شاء الله نلحقوا ونحابين ان شاء الله ونمدوا النظره للعادات هذو التقاليد في يعني في الوطن ولا خارج الوطن ان شاء الله. اكيد طبعا لما نتكلموا على العادات والتقاليد ونتكلموا على الموروث الثقافي المادي ولا بدي، حتى الفرقه من خلال يعني تنقلاتها للعديد من الافراح يكون اللباس التقليدي الجزائري حاضر، وحتى اللباس قسنطيني حاضر معكم ايمن. نعم، حنا عندنا عده بدلات يعني كل خطره واش نلبسوا. هذه عندنا فرقه، عندنا تخمام تاع تجديد كل خطره نديروا حاجه جديده باه الجمهور يزيد يحبها، ونبقاو نبدلوا نبقاو ديما في التجديد ان شاء الله. ان شاء الله. وانتم من خلالكم يعني راكم تعرفوا الشباب بهذا الطابع من الموسيقى بلمسه عصريه بلمسه جديده، وايضا تساهموا بدوركم بالترويج للباس التقليدي الجزائري والحفاظ عليه من طرف الشباب الجزائري اليوم. سيف الدين، لو نرجعوا ليك ونتكلموا على الاغاني او القصائد اللي تختاروها في الفرقه، على اي اساس يتم اختيارها وكيف يتم اختيارها؟ احنا الاختيار تاع الاغاني دوك نتبعوا يعني البيبليك واش يديموندي منا، احنا نأديو الاغاني كامل. نعم. وكل يعني كل عرس ولا كل حفله عندها ميزتها الخاصه، سما كيما نقولوا في الافراح عندنا اغاني يعني سبيسيال،
في قاعده في حفلات مش كيما الاعراس. صحيح. وان شاء الله رانا نوجدوا الاغاني، يعني الفرقه تاعنا رانا نوجدوا في اغاني ان شاء الله جديده، وان شاء الله نطوروا يعني الفرقه تاعنا، يعني نطوروها من ناحيه الموسيقى، نطوروها يعني مودرن ولا حاجه يعني اضافه قديمة. لمسات عصريه. إن شاء الله. لما نقولوا بعض هذه اللمسات العصريه تتمثل بالك في الايقاع، وحتى تتمثل بالك في الالات الموسيقيه اللي تعتمدوا عليها. اكيد لما نشوفوا اليوم مختلف الالات الموسيقيه الموجوده في الفرقه، اليوم راكم ممثلين عن فرقه الاصيل للعيساوه، لو تعرفونا بمختلف الالات اللي تعتمدوا عليها معك ايمن. بون عندنا الطار، عندنا آلة الدربوك هذه سانتيتيك، كاينه تاع الجلد، هذه من الحاجات الجديده اللي راهي جميل في الفرقه. عندنا البندير، وعندنا ما تسمى بالبونغاج، هي شغل كبيره هكا تخدم صوت ديفيرون على هذو لي الماتيريال. جميل، يعني كل شخص او كل عضو في الفرقه يجب عليه ان يكون يعزف على اله، ما يقدرش انه يؤدي برك يقولوا فقط يؤدي قصيده معينه او يؤدي اغنيه معينه، وانما يجب عليه انه يكون يتقن العزف على اله معينه، ياك؟ يعني قلت لك كل واحد في الموسيقى هذه كل واحد وش يحب، يعني اللمسه تاعو فاه تجيه. كيما اخي ايمن يحب البندير، انا نحب يعني نمد بصوتي. كل واحد في الفرقه واش عنده دور مميز، ونحبوا نطوروا، نحبوا شغل نجيبوا حاجه جديده، نسمعوا الناس حاجه جديده باه نطوروا من هذه العادات والتقاليد، باسكو حنايا هادو تحفظنا مع الاجداد تسمى اللي قبلنا، والعادات هادو كيما نقولوا حنايا اغاني نظيفه تقدري تغنيهم في الافراح، يعني في العائلات، والله احنا هذوما الحوايج اللي يعني ينجحوا فينا، تسمى مام الناس كي يجيبونا في الافراح تاعهم يجيبونا على جهه الاغاني، يقولوا لنا اغاني تاعكم نظيفه شغل هذا ما كان. نعم، احنا كنا تعرفنا على الفرقه، هل فكرتوا في يوم من الايام انه توسعوا من الفرقه من خلال اضافه اعضاء جدد وموسيقيين جدد، اكيد شباب؟ بيان سير، احنا قاعدين نطوروا وقاعدين نجيبوا في عباد جدد، وماذا بينا احنا نطوروا الفرقه من ناحيه الموسيقى، من ناحيه اللباس التقليدي. احنا اللباس عندنا عده البسه، شغل احنا هدرنا اللباس هذو بزاف، باسكو شغل حنايا في الاعراس كل عروسه والله كل فرح يديموندي باغ اكزومبل اللبسه هذيك، يقول لك اروح لي بالقاطفه تاع قسنطينه، واحد يقول لي اروح لي بالكولار هذه، اروح لي تسمى حنا درنا عده البسه بان شغل كي تروجوا لها وتحافظوا عليها، كي يعرضوا علينا الطالب تاعهم احنا أكيد. ودائما لما نقولوا فرقة الأصيل للعيساوة هي فرقة شبانية بامتياز تسعى للحفاظ على هذا الموروث الموسيقي الجزائري ونقله للأجيال القادمة، حتى أنه هناك على ما أظن مشروع تعمل عليه الفرقة، هو مشروع لتسجيله والتدوين. إن شاء الله احنا رانا نجدوا في سيدي إن شاء الله، ونهربوا شوية على العيساوة برك، قادر نوليو الأغاني مودرن. نعم، باسكو الاغاني مودرن دوكا قاعدين مطلوبه يعني في السوق، شغل الناس عاد تطلب الاغاني هادو، تسمى حبينا نزيدوا لمسه خلاف. نعم، باه شغل الفرقه نزيدوا نطوروها شويه ان شاء الله. إن شاء الله. وعلى غرار الاعراس والافراح، ما هي مختلف المناسبات اللي نشوفوا فرقه الاصيل للعيساوه حاضره فيها من مختلف ربوع الوطن؟ يعني هل هناك برنامج ثقافي تشارك فيه الفرقه؟ ان شاء الله كاين بروشان، ما شاء الله كاين دي بروغرام وين راح تبان الفرقه تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنى لكم كل التوفيق، ونشكركم اللي كنتوا حاضرين معنا لنهار اليوم. سيف الدين بالكرمي من فرقه الاصيل للعيساوه، في الاخير نفتح لك المجال باش تقدم نصيحه لكل شاب جزائري ويتابع فينا عبر القناه الشبابيه، بالك عنده موهبه في العزف على اله موسيقيه معينه او لديهم موهبه في الغناء. انا ننصح الشباب بالحفاظ على هذا العادات والتقاليد، ويحافظوا على اللباس، يعني اللباس التقليدي تاع كل ولايه واللباس التقليدي تاعها، والماذا
ماذا بينا نشوفوا العادات تاعنا والتقاليد هادو يعني سواء في الوطن ولا خارج الوطن، وكل واحد يبين موهبه تاعو يعني يعني الموسيقى هذه يعني بحر يعني كل ما نحفظوا احنا وكل يوم نزيدوا نتعلموا حاجه جديده، وان شاء الله نلقاو العادات هادو تاعنا يعني متطورين ان شاء الله. احنا نتمنى لكم كل التوفيق. الشكر موصول لك ايضا ايمن طبة اللي كنت حاضر معنا لنا اليوم. في الاخير كنصيحه ورساله للشباب. والله نتمنى ان شاء الله من الشباب يحافظوا على هذا الموروث الثقافي، ان شاء الله يطوروه، ماذا بينا نشوفوه بحله جديده، حله جديده مودرن، وهذه ان شاء الله نتمنى نشوفوه في اماكن ما اكثر من هذه ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. إذا مشاهدينا الكرام كنا معكم ورافقناكم طيلة هذه الصبيحة في برنامجكم الشبابية مورنينغ الذي يأتيكم طيلة أيام الأسبوع عبر القناة الشبابية. كنا تعرفنا في البداية مع ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية على مختلف الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من أخطار اختناق بالغاز أحادي الكربون. كما تعرفنا من جهة أخرى على نادي من النوادي العلمية الطلابية هو نادي أوركا، وتعرفنا على حرفية جزائرية في صناعة الحلويات. أما الختام راح يكون فني وموسيقي مع فرقة الأصيل للعساوة. وش اخترتوا لنا في الأخير تقدموا لنا؟ راح نمدوا أغنية يعني هذه أغنية صلاة في قسنطينة، تسمى راح تمثل قسنطينة. نعم. وماذا بينا يعني نمدوا بها نظرة يعني العادات تاعنا والتقاليد تاعنا في قسنطينة. إذا من عاصمة الجسور المعلقة قسنطينة نكون ختمنا برنامجنا لنهار اليوم. نلتقي إن شاء الله في أعداد أخرى بحول الله تعالى. تفضلوا. سلام على الأحباب في القرب وفي البعد، سلام على الأحباب في القرب وفي البعد، سلام عليهم كما هب النسيم على الورد. توحشكم وقد طال البعد ما بيننا، والله لا نريد فراقكم أبدا، بل بغيا تقوى غرامي، بل بغيا تقوى غرامي، بل بغيا تقوى غرامي. تبع في مرضاك وانا بعد ما رقدت همومي، بعد ما رقدت همومي، بعد ما رقدت همومي. توبت على الريام والخمار، قلت انا لله راجع لبنينك ابعتي سلامي، بنينك ابعتي سلامي، بنينك ابعتي سلامي. هدفوني بكيسان وبالخمار، سقطوا من عيني مدمع، وغدا واحد يسال مطايع. الله يا سود النيامي من بعد ما سبغت المحبة، لا تفارقوا لا تاخد شيدا شنايع، وغدا واحد يسال مطايع. الله يا سود النيامي